بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ في الفيديو اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة عشان تشوفوا معانا كل جديد في أسعار العملات القديمة، في العملات القديمة وأسعارها. كلام النهاردة عن جنيه البنك المركزي. شوفوا الأول أهو جنيه البنك المركزي أهو، الشهير بجنيه نصب، ده الظهر بتاعه، الشهير بجنيه نصب. إصدار البنك المركزي المصري، تامن إصدار من الجنيه، نسخة رقم 8 من الجنيه المصري أهو. إصدار الستينات، إصدار الستينات. نتكلم عن الأسعار. الأسعار يا سيدي تبدأ، نكلمك على اللي قدامك ده، متقطعه في قطعه، برواز مهري أهو أهو، وده قطع تاني، والحالة رديئة تعبانة. ده يعمل 50 جنيه، 50 جنيه، عشان ما تفكرش إن هو أغلى من كده. الحالة اللي زي قدامك دي والحالات اللي شبهها تعمل 50 جنيه، 50 جنيه، مش أقل من كده ولا أكتر من كده. 50 جنيه. الحالة الأعلى الزيرو اللي ما اتلمس هيعمل 150 جنيه، 150 جنيه. ولو رقم مميز يعمل 200 جنيه، ما يزيدش عن كده ولا يقل عن كده. كل حالة ولها سعرها. فده قلنا يعمل 50 جنيه. الحالة الأعلى الزيرو هيعمل 150 جنيه، رقم مميز بقى والكلام ده كله يعمل 200 جنيه. ليه؟ عشان ده موجود منه كتير جدا، وده إصدار البنك المركزي. وأي حاجة إصدار البنك المركزي دايما بيبقى سعرها قليل. أي حاجة إصدار البنك المركزي سعرها بيبقى قليل، لأن موجود منها كتير. أي حاجة إصدار البنك الآلي سعرها بيبقى غالي عشان العدد منها قليل. فده هيعمل 50 جنيه. النسخة الغالية منه العالية منه هتعمل 150 جنيه. رقم مميز هيعمل 200 جنيه، لا أكتر من كده ولا أقل من كده. أماكن البيع والشراء معروفة، جروبات الفيسبوك والمواقع والأسواق الحرة اللي موجودة في كل محافظة. متنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة.